بهذا الفيديو راح نحكي عن التيرمينال وكيف نتعامل معه. بداية مشان نشغل التيرمينال نضغط على إشارة التيرمينال من هون. بداية التيرمينال من خلاله بتقدر تعمل أي شيء بخطر على بالك. طبعا زمان ما كان في جرافيك انترفيس للبرامج، كان كل الشغل على نظام دوس، وبعد ذلك تطورت الأدوات والبرامج وعملوا لها جرافيك انترفيس اللي هي بتقدر تتعامل معها عن طريق الماوس. طبعا بالكالي لينكس كثير من الأدوات الاختراق ما لها أصلا جرافيك انترفيس، لذلك احنا لازم نتعامل مع هاي الشاشة ونتقنها ونكون فاميليار معها. حتى ببعض الأحيان راح نخترق أجهزة حاسوب عن طريق بروتوكول SSH، وفعليا أنت ما بتقدر تعمل شيء إلا عن طريق هاي النافذة. لذلك راح ناخذ بعض الأوامر المهمة بالتيرمينال. طبعا التيرمينال بيحتوي على قائمة ضخمة من الأوامر، احنا مش راح ناخذها كلها ولا راح نتطرق لها كلها، لكن نسبة كبيرة من هاي الأوامر راح نطبقها خلال الكورس، راح نكون كثير مرتاحين بالتعامل معها. طبعا أنا بهذا الفيديو راح ألفق لكم مصدر لهذه الأوامر للي بحب يتطلع عليها. تمام، نيجي للشاشة هون. طبعا الشاشة هدفها بسيط جدا، هي بتعمل كالتالي: انت بتكتب لها أمر وهي بتطبع لك النتائج على الشاشة.